اشنو عطانا المنتخب الوطني؟ اشنو عطاتنا كرة القدم؟ صدقني اخي ان كرة القدم كتحرك في النفوس ديال الشباب وفي النفوس ديال الاطفال على انهم يكونوا رياضيين، وكيحلموا دائما على انهم يكونوا رياضيين وكياخذوا القدوة ديالهم من اللعابة ديالهم. اما افضل، واش الطفل المغربي يكون القدوة ديالو رونالدو وميسي، ولا يكون القدوة ديالو أناحي وبوخلال وحمد الله؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة ذوق المعنى. اليوم غادي نشارك معكم الاستقبال ديال المنتخب الوطني اللي حط الرحال ديالو في مطار سلا. استقبال أكثر من خرافي، استقبال أكثر من خيالي، بحكم أنني من مدينة سلا حضرت الاستقبال وشفت ذاك الحشود من شتى المدن المغربية، من طنجة، من أكادير، من مراكش، من الدار البيضاء، من أسفي، من العرائش. كل الناس جاوا من كل حدب ونسل، جاوا باش يستقبلوا المنتخب الوطني وتكريما له. استقبال وما أدراك ما استقبال. سكوت 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 سكوت، قد الملوك ملوك ملوك، ما فيش هروب 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 من الأسود من الأسود. احنا مش بنبيع كلام، احنا ناس مخلي وتمام. استقبال أكثر من خرافي. الشيء اللي شفناه اليوم برهن لنا على أن الشعب المغربي يتنفس كرة القدم، الشعب المغربي يعشق كرة القدم. بين لنا على أن المغاربة كيحبوا الكرة القدم إلى حد الجنون. الشيء اللي شفناه اليوم لا يمكن تخيله. اليوم شفنا واحد الكم هائل من الجماهير المغربية من شتى المجالات، والفلامات والناس فرحانة. هذاك الشيء اللي شفناه صراحة كيفرحنا وكيبين بأن الشعب المغربي يعشق كرة القدم وهي المستقبل بالنسبة ليه. ونخليكم مع بعض الصور وبعض الفيديوهات الرائعة اللي صوروها الجماهير وبعض من الشعب المغربي. صراحة هذا الشيء اللي عشناه مع المنتخب المغربي ما كناش كنتصوروه وما كناش كنحلموا به. صراحة حنا اللي عشنا في كوب دي موند ديال 2022 كنا محظوظين، وكنا محظوظين أكثر على أننا نشوفوا المنتخب الوطني كيوصل للنصف النهائي. اليوم في مدينة سلا ومدينة الرباط كتشوف ناس كيطبلوا بالطعارج وفرحانين، والعيالات كبار كيفرحوا ملي كتسولها كتقول لها اش كاين مهمتي، كتقول لك الكرة. هادشي اللي عارفه، ما عارفه لا كاس العالم، ما عارفه لا النصف النهائي لا والو. كتقول لي يا ولدي بغينا عيد ديما نفرحوا. وسولت واحد المره قالت لي يا ولدي الله يخلينا ديما فرحانين. وهذه رساله لدوك الناس اللي تيقول لك اش عطاتنا كره القدم، اش عطانا هذا المنتخب. هذه هضره خاويه، هذه هضره خاويه ما خصهاش تقال. لانه انا نفضل ان الناس يفرحوا بكره القدم ويفرحوا بالرياضه، لان الرياضه الشعار ديالها العقل السليم في الجسم السليم، على انهم يشجعوا شي حاجه بحال الموسيقى او الاغاني او الرقص. كره القدم واخا ما كتعطيناش شي حاجه مباشره، ولكن كتعطينا شي اشياء غير مباشره. مثلا كلمه المغرب او موروكو على مستوى جوجل كانت التراند، يعني اكثر من مليار مره تبحث على كلمه موروكو. هذا دليل على ان كره القدم كتساهم في الاشهار ديال البلاد. كره القدم كتوري الاخر شكون هو المغرب. اليوم المغرب اصبح مشهور واصبح معروف بالفضل ديال المنتخب الوطني، بالفضل ديال الدراري اللي لعبوا. كاين نتائج ايجابيه على هذا المستوى هذا، وبالتالي من الجماهير والناس كيعرفوا شكون هي المغرب فكيدخلوا كيقلبوا كيفاش دايره السياحه، كيفاش دايره المعيشه تما. والناس اللي كيبغيو يسافروا كيجيو كيشوفوا كيفاش كاين الاستثمار، واش الاستثمار رخيص، واش الاستثمارات في المغرب ناجحه او غير ناجحه. وبالتالي كنجذبوا المستثمرين وكنجذبوا السياح، وكنحاولوا ننميو الاقتصاد ديالنا عن طريق السياحه. اشنو عطانا المنتخب الوطني؟ اشنو عطاتنا كره القدم؟ صدقني اخي ان كره القدم كتحرك في النفوس ديال الشباب وفي النفوس ديال الاطفال على انهم يكونوا رياضيين، وكيحلموا دائما على انهم يكونوا رياضيين وكياخذوا القدوه ديالهم من اللعابه ديالهم. اما افضل، واش الطفل المغربي يكون القدوه ديالو رونالدو وميسي، ولا يكون القدوه ديالو أناحي وبوخلال وحمد الله وامرابط والدراري اللي مني كيماركيو البيت او كيحققوا شي انجاز كيسجدوا لله شاكرين؟
شكرا للمنتخب الوطني وبرافو عليكم الدراري، وصلتونا لمستوى عالي جدا، النصف النهائي لكأس العالم. والناس اللي كانوا متبعين المنتخب الوطني يشوفوا بان هاد الدراري هادو ما كانش المثيل ديالهم في كاع السنوات السابقه. هاد الدراري هادو كتشوفهم انهم متقي الله، هاد الدراري كيصليو، وهاد الدراري عندهم علاقه وطيده مع الامهات ديالهم. هذا هو الشيء الجميل اللي عجبني في الدراري ديال المنتخب الوطني، عندهم واحد الارتباط بالامهات ديالهم، واحد رضا الوالدين غاديين به. واكثر من هذا المدرب ديالنا وليد الركراكي مرضي الوالدين، وهذا الشيء هذا علاش كنعشقوا كرة القدم المغربية وعلاش كنعشقوا المنتخب، لأنه لي الشرف أن ولدي ياخذ قدوة في الرياضة. مثلا واحد بالمنتخب الوطني ياخذ قدوة أناهي، ياخذ قدوة بونو، ياخذ قدوة أشرف داري، ياخذ قدوة أكرد وسايس، الدراري اللي متقي الله، الدراري اللي كيصليو، والدراري اللي كيعرفوا بينهم وبين الله، والدراري اللي مرضيين الوالدين، وهذا أهم شيء. استقبال ديال المنتخب اليوم كان فريد من نوعه، وخصوصا من يوصلوا القصر الملكي كنشوفوا بانهم دخلوا كل واحد مع الام ديالو، كل واحد داخل وشاد في الام ديالو، وهذه صورة رائعة ومعبرة. وكيفاش استقبلهم الملك، واهم شيء اللي عجبني واللي ثار الانتباه ديالي هو البروتوكول، كيفاش استقبلهم صاحب الجلالة، وكيفاش كتشوف اللاعبين كاملين كيبوسوا الكتف ديال سيدنا، وهو تعبيرا عن الحب لهذا الملك وعن الحب لهذا الوطن. وهنا الصورة، وهنا الناس المراقبين حول العالم كيشوفوا كيقولوا كيفاش هاد اللعابة كبار واخا عايشين خارج المغرب كيفاش كيحترموا الملك ديالهم بهذه الطريقة، كيفاش كيقدروه بهذه الطريقة هذه. صحيح ومن حقكم تسائلوا، ولكن الشيء اللي ما تعرفوش هو ان التقاليد ديالنا والاعراف ديالنا والهويه ديالنا دايره بحال هكاك. بزاف ديال الناس كيقراوها بطريقه في شكل، ولكن حنا كنفتخروا بها، حنا فعلا كنقبلوا يد سيدنا، حنا فعلا كنقبلوا الكتف ديال سيدنا. هو ماشي ضعف منا او نقص منا، بالعكس هو احتراما للملك ديالنا وتقديرا له. حنا كنبوسوا كتف الناس كبار، كنبوسوا لهم يديهم وكنحترموهم وكنحترموا والدينا. الا كانوا خالاتنا كبار او عماتنا كبار او جدودنا كبار كنبوسوا لهم يديهم، واخا ما يكونش من العائله، واخا ما يكونش من الافراد ديال العائله، كنقبلوا ليه اليد ديالو. غير راجل الا تسخرتي ليه ولا شي حاجه كيعطيك هكا كتبوس له يدو. هذه الاعراف ديالنا والتقاليد ديالنا، وما غادي يزعزعنا حتى شي واحد. وما عليكم غير تفرجوا وتشوفوا وتندهشوا وتقولوا حتى اللعابه الكبار كيقبلوا الكتف ديال صاحب الجلاله. شكرا للمنتخب الوطني، شكرا لفوزي القجع، شكرا لوليد الركراكي، شكرا للطاقم التقني، وشكرا للدراري كاملين. كنتمنوا ان شاء الله اننا نفوزوا بكاس افريقيا، وان شاء الله غنفوزوا به. الى هنا غنكون وصلنا لاخر الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتهلاو في راسكم.